عارفين كده شعور لما تكونوا في علاقة مع شخص أو حتى في الشغل وعارفين إن هو مؤذي ليكوا بس برضه مكملين وخايفين تمشوا، وده بالظبط اللي بنسميه الكومفورت زون، منطقة الراحة. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، وكالعادة قبل ما نبدأ أي حاجة مشروبك بقى لذيذ كده عشان تسمعني بروقان، وأنا سهيلة عصام، ويلا بينا. في ناس كتير فاكرة إن منطقة الراحة دي يعني مكان مريح بالنسبة لهم، بس الموضوع عكس كده تماما. منطقة الراحة دي يعني شيء عقلك اتعود عليه، شيء مألوف بالنسبة له، هو مش قادر يخرج منها، علشان كده اسمها كومفورت زون اللي احنا قاعدين فيها. عشان تفهمني أكتر، كان عندي واحدة صاحبتي في علاقة مع شخص والشخص ده مؤذي وبيأذيها وهي عارفة، بس تلاقيها بتقول إيه؟ لأ أنا خايفة أسيبه. طب أنا لو سِبته هاقابل مين؟ طب ما ممكن اللي هاقابله يطلع وِحِش، أو كويس، أنا مش عارفة، ما خلاص أنا اتعودت على طبعه، طب ليه أسيبه؟ عارف اللي هو كانت بتقول حاجات كده هي شوية مبررات بتقنع عقلها بيه إن هو خلاص إحنا اتعودنا على الحاجة دي، وقعدت بقى تقول يا عالِم طب هاقابل مين؟ طب الشخص ده هيبقى وِحِش، طب كويس، خلاص بقى هنفضل ونرضى بحالنا بقى ونفضل زي ما إحنا كده. والفكرة إن إحنا كتير مننا بيمُر بنفس الموقف، نفس التجربة، سواء في شغل، سواء في علاقة، سواء في أي حاجة. سواء إن أنت خايف تجرّب حاجة جديدة، علشان تبقى عارف عقلك هنا بيحاول يحميك، بيشوف إن أي حاجة مجهولة هو مش عارفها تمامًا بالنسبة له ده شيء مخيف، ده شيء مرعب، أنا مش هاطلع برّه الدايرة اللي أنا قاعد فيها، أنا كده تمام، أنا كده مستريّح، وأنت ولا مستريّح ولا أي حاجة، بس هو عقلك بيقنعك كده، هو بيقول لك إحنا زي الفل، إحنا إيه، زي الفل. وأول بقى ما تبدأ تطلع من المكان اللي هو الcomfort zone ده، هتخش على مرحلة اسمها مرحلة الخوف، المرحلة دي بقى بتبقى إيه، أفكار بقى كده اللي هو طب أنا لو جرّبت إيه اللي هيحصل؟ طب أنا ممكن أجرّب وأفشل، طب أنا لو سِبته ما أنا هاعيش لوحدي، ما أنا هابقى لوحدي، لأ أنا مش عايزة أبقى لوحدي، وأسئلة بقى كتير كده وعارف اللي هو الفكرة تكبر، تكبر، تكبر كده، لإن عقلك هيشوف إن ده تهديد بالنسبة له، شيء مجهول يعني شيء مرعب، وأنا شخصيًا مرّيت برضه بنفس التجربة دي، اللي هو قبل ما أفتح قناة اليوتيوب كنت خايفة جدًا، أنا عايزة أصوّر ومن زمان نِفْسي أصوّر بس خايفة، اللي هو إيه، مستنية الوقت المناسب. لأ لمّا أتعلّم حاجات الناس هتقول عليّا إيه، ما ممكن أطلع باتهته كده واللي هو باقول كلام مش حلو فهيبقى شكلي وِحِش فالناس مش هتتفرّج عليّا، عارف اللي هو بقى حاجات كتير كده، وعشان تبقى عارف إن الخوف ده هو اللي بيحرّكك إنّك تتعلّم أصلًا، يعني أنا مثلًا لو ما طلعتش من المنطقة اللي أنا كنت قاعدة فيها اللي هو الcomfort zone بتاعتي اللي هو منطقة الراحة، ودخلت في حتّة الخوف دي ما كنتش هاتعلّم، ما كنتش هاخُش في المرحلة التانية، يعني أنا بدأت أتعلّم مونتاج، اتعلّمت إزاي أعمل صور مصغّرة، اتعلّمت تصوير، اتعلّمت حاجات كتير جدًا. ولقيت إن كل حاجة اللي هو ما التجربة حلوة أهي، ما نجرّب، فعلًا هي التجربة حلوة، يعني أنت لو جرّبت هتستمتع كتير جدًا، ومن هنا بدأت أشوف إن التغيير مش مرعب أوي كده زي ما أنا كنت متخيلة، لأ ده كانت فرصة إن أنا أتعلم حاجات جديدة، إن أنا أطلع من المنطقة اللي أنا كنت قاعدة فيها، وخلّيك عارف إحنا مش هنتعلم أي حاجة وإحنا قاعدين مرتاحين كده، يعني أنا مرتاحة خلاص، أنا شايفة إن أنا قاعدة كده خلاص، أنا هاتعلم ليه أصلًا؟ هتلاقي نفسك اللي هو لمّا تقول لحد ما تتعلم كذا، تتعلمها ليه؟ أو أعمل كده ليه؟ ما أنا كده مرتاح. فالتعليم مش هييجي وإحنا قاعدين كده، لأ لازمًا يحصل حاجة أو يحصل تغيير من جواك وخوف ورعب علشان تبدأ تتحرك، ده اللي أنا عايزة أقوله. وآخر مرحلة مرحلة النمو بقى، تبدأ تهدى كده إن أنت خلاص اتعلمت الحاجات دي بقيت بتعرف تعملها، فبتبدأ اللي هو إيه ده، الله أنا عملتها، عارف اللي هو إحساس شعور اللي هو أنا عملتها، ما طلعتش وحشة أهي، فجميلة التجربة حلوة، التجربة حلوة، أنا هافضل أقول لك طول الفيديو إن التجربة حلوة. فعلشان توصل للنقطة بتاعة النمو دي يعني إحنا قُلنا أول حاجة بيبقى منطقة الراحة، بعد كده بنبدأ في مرحلة الخوف، بعد كده بنبدأ نتعلم حاجات علشان نقلل الخوف بتاعنا ده، هو هيقل هو مش هيختفي هو بيقل، ماشي، بعد كده بقى بنبدأ إيه ننمو، اللي هي مرحلة النمو بقى عارفة اللي هو مرحلة الانطلاقة كده، وعلشان تخرج من مرحلة الراحة دي لازمًا تعمل شوية حاجات، أنا هاقول لك عليهم، استنى أشرب وأقول لك عليهم، وأنت اشرب برضه يعني لو بتتفرج عليها دلوقتي اشرب، المَيّة مفيدة. أول حاجة ابدأ وأنت خايف، ما تستناش الخوف يمشي تمامًا عشان تبدأ، لإن أصلًا هو مش هيمشي، يعني لو بصيت لها كده بالعقل هتلاقي إن أنت هتفضل طول عمرك خايف، هو بيقل لمّا بتخوض تجارب كتير، لمّا تخش في تجارب كتير خلاص أنت بتبدأ تتعلم، فبتبدأ الخوف ده يقل زي ما قُلت لك، فابدأ وأنت مش جاهز، ابدأ وأنت متوتر، ابدأ كده وإيديك بتترعش، ابدأ، ابدأ والله هتستمتع بالتجربة دي، يعني اعمل الحاجة بدل ما تقول يا ريتني كنت عملت، بلاش يا ريتني دي، فاعمل الحاجة وخُد الحاجة اللي أنت عايزها خُد كده والله حتى لمّا تبدأ في حاجة أنت عايز تعملها، هتلاقي نفْسك عندك ثقة كده بنفْسك، اللي هو أنا عملتها، فخُد الحتّة دي ماشي، وتاني حاجة واجه الخوف بتاعك بالفضول، يعني إيه؟ يعني بدل ما تقعد تقول لنفْسك أنا خايف آخُد الكورس الفلاني، أنا خايف أعمل الحاجة الفلانية، قُل إيه، أنا عندي فضول أعرف الحتّة دي بتقول إيه، فضول،
عارف اللي هو الفضول هيحرّكك فهتتعلّم أكتر، فهتحس إن أنت مش خايف، اللي هو هتقول لنَفْسك فيها إيه يعني، إيه اللي هيحصل يعني لو أنا ما اتعلّمتش الحاجة ديّة، تلاقي نَفْسك كده إيه، متّزن. وتالت حاجة، درّب عقلك إنّك تعمل أي حاجة جديدة، يعني أنت مثلًا متعوّد إنّك بتمشي في الطريق ده، لأ قُل أنا المرّة الجاية هاروّح من طريق فُلاني كده، هاجرّب أشوف الطريق التاني بيقول إيه، عارف اللي هو إيه، بتجرّب حاجات جديدة، جرّب تعمل أكلة جديدة، جرّب تتكلّم مع ناس جديدة أنت ما تعرفهمش، جرّب، جرّب، كل التجربة دي هتدّيك ثقة كده إنّك تجرّب طبعًا الحاجات الكبيرة، إحنا هنا بندرّب عقلك إن هو بس يقطع الحتّة دي، اللي هو خايف، إحنا بندرّبه إن هو ما يبقاش خايف. ورابع حاجة اتعلّم تسيب الحاجة اللي في إيدك. أنا مش باقول لك هنا إن أي حاجة هتسيبها، لأ، اللي أنا قصدي إن مثلًا أنت ماسك في علاقة بتأذيك جدًا، مجرد إن أنت خايف تسيبها، وماسك في شغل أنت خايف اللي هو إيه، طب ما ممكن ما الاقيش شغل، طب أنا مش عارفة إيه، لمّا تبدأ تسيب اللي في إيدك، الحاجة اللي في إيدك، أنت هتبدأ تشوف الفرص اللي قدامك، هتبدأ تجرّب حاجات تاني، ما تخافش إنك تبقى لوحدك، يعني مثلًا ما تقولش أنا هامسك في الشخص ده، أصل أنا خايف إن أنا أبقى لوحدي، أصل أنا مش لأ، لأ، بجد وفيها إيه لمّا تبقى لوحدك شوية، بجد الوحدة دي هتعلّمك حاجات كتير عن نَفْسك أنت مش هتتعلّمها في وسط الناس، فماشي، ولو الشغل مؤذي ليك قوم واتحرّك واتعلّم حاجات جديدة وطوّر من نَفْسك عشان تشوف الفرصة اللي قدّامك، ما تستناش إنّك ماسك في دي وقافل عليها واللي هو خلاص ده الأول والآخر والنهاية واللي إحنا هنفضل قاعدين عليها، لأ، قوم وسيب اللي في إيدك كده، خلّي إيدك فاضية كده زي وانطلق، انطلق ماشي، عارف كده لمّا تخرج من منطقة الراحة بتبقى عامل زي اللي هو إيه، لبس نضارة كده واضحة بالنسبة له بقى شايف الدنيا واضحة، هي فعلًا الدنيا بقت واضحة. فهي دي نفس الفكرة اللي أنا عايزة أوصّلها لك، إنّك لمّا بتخرج بتبدأ تشوف العالم اللي حواليك، بتبدأ تشوف الفرص اللي حواليك، بتبدأ تتحرّك، اتحرّك ما تخافش، اتحرّك. وصح قولوا لي، شكلي حلو كده؟ يعني من غير النضارة والّا بالنضارة؟ ولو أنت وصلت لحد هنا اكتب لي بقى في الكومنتات إيه أكتر حاجة أنت عايز تجرّبها أو تعملها بس خايف، وقُل لي إنّك هتبدأ ماشي؟ ولايك بقى حلو كده زيّك، وتشترك في القناة، يعني اشترك، بس. وما تنسوش تصلّوا على النبي، وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.